حادثه يعني حصلت لي في سن صغير يعني. فخبطت في اعلان فجالي نزيف في المخ. من كتر الناس ما جت عليا السكيورتي قفلوا الباب وبتاع عشان سنة 2001 العالم كله كان بيتكلم عن لاعب مصري واحد، لا كان ميدو ولا كان زيدان. لاعب يوفنتوس الإيطالي كان بيجري وراه عشان يتعاقد معاه، والجرايد العالمية وصفته بمعجزة الفراعنة. محمد اليماني، الشاب اللي كان في إيده يغير تاريخ الكرة المصرية، وفي لحظة واحدة كل حاجة انتهت. النهاردة هنحكي قصة الحلم الضايع، القصة اللي بتوجع القلب لأحرف مهاجم جابته مصر، بس القدر كان له رأي تاني. محمد اليماني اسم معروف، بس القصة اللي وراه قليل قوي اللي سمعها صح. لو بتحب الكورة وحكاياتها فانت مكانك معانا هنا. اعمل لايك واشترك في القناة وركز معايا. وعشان نعرف حجم الموضوع لازم نرجع بالزمن لسنة 1998، وبالتحديد لمصنع المواهب نادي الإسماعيلي، عشان هنلاقي هناك ولد لسه ما كملش 16 سنة بيلعب في صفوف الناشئين. بس في حاجة مميزة عن باقي زمايله: ذكي، سريع، مهاري، بيتحكم في الكورة كأنه بيكلمها وبترد عليه. وده اللي لفت أنظار الكشافة الأوروبيين اللي ما كدبوش خبر، عشان في يوليو 1998 يوصل عرض رسمي لنادي الإسماعيلي من نادي ستاندرد لييج البلجيكي. في نادي ستاندرد لييج القصة ما بدأتش بنجم جاهز ولا لاعب متدلع، بدأت بلاعب شاب داخل واحدة من أصعب البيئات الكروية في أوروبا، بيئة ما بترحمش وما بتديش فرصة غير للي يفرض نفسه. هناك محمد اليماني ما تقلش بس كرويا، ده اتكون من جديد، تدريبات أقسى، منافسة أعلى، ونادي عنده إيمان حقيقي إن اللاعب الصغير مشروع طويل مش حل مؤقت ولا مغامرة. اليماني بدأ خطوة خطوة في فرق الشباب والرديف، وفي كل مرحلة كان بيثبت إنه مختلف. أهداف، تحركات ذكية، ولا لاعب في سنه كان بيلعب بالعقل ده. أرقامه خلت الجهاز الفني يقف ويعيد حساباته. ولما وصل سن 18 سنة القرار اتاخد: الولد ده لازم يطلع للفريق الأول. الفترة ما بين 99 و2001 كانت نقطة تحول، مش بس في مسيرة اليماني لكن كمان في وجود لعيبة مصريين في أوروبا. غرفة ملابس نادي ستاندرد لييج كانت مليانة أسامي تقيلة، لعيبة هتبقى بعد كده نجوم كبار، زي المدافع البلجيكي القوي دانيال فان بوتن والمهاجم الصلب إيميل مبنزا. وفي وسطهم كان شاب مصري بيتعلم وبيحارب وبيحاول يثبت نفسه كل يوم. كرويا اليماني ما كانش مهاجم تقليدي، كان باكج كاملة: سرعة تخوف أي مدافع، تحكم في الكورة يخليك تحس إنه سابق سنه بخطوتين، ومع ده كله قرار سريع جوه ال 18، من النوع اللي ما بيسيبش فرصة تضيع. في موسم 2000-2001 بدأ اسمه يبان بجد، مشاركات أكتر وأهداف حاسمة سواء في الدوري البلجيكي أو كاس انترتوتو. وكل ماتش كان بيأكد فكرة واحدة: محمد اليماني مش تجربة ومش لاعب هيمر مرور الكرام، ده مشروع نجم، واللي جاي هيكون أكبر. مونديال الشباب 2001 كانت اللحظة اللي محمد اليماني وقف فيها قدام العالم كله وقال من غير كلام كتير: أنا هنا. في صيف السنة دي منتخب مصر للشباب دخل كأس العالم في الأرجنتين بفريق موهوب لكنه مش مصنف ولا مرشح. شوقي غريب كان بيبني جيل ومش بيدور على نجم واحد: وائل رياض، جمال حمزة، أبو مسلم، حسام غالي، محمد شوقي وغيرهم، كلهم عناصر مهمة. لكن جوه الملعب كان في لاعب هو نقطة الاتزان، اللاعب اللي القرار الأخير غالبا بيطلع من عنده: محمد اليماني. بداية البطولة كانت معقدة، تعادل قدام جامايكا، ماتش كشف إن المجموعة مش سهلة وإن أي غلطة صغيرة ممكن تكلف كتير. وبعدين جه ماتش الأرجنتين، أصحاب الأرض، مدرجات مليانة، وفريق فيه خافير سافيولا في أفضل حالاته. الهزيمة كانت تقيلة، 7-1، نتيجة صعبة نفسيا على أي منتخب شاب. لكن وسط الماتش ده وفي الدقيقة ال5 تحديدا اليماني سجل هدف مصر الوحيد. هدف ما غيرش النتيجة بس غير الإحساس، قال إن المنتخب ده لسه واقف وإن اللاعب مش مختفي تحت الضغط. بعد الماتش ده منتخب مصر دخل مرحلة تانية خالص: تركيز أعلى، قرارات أهدى، ودور أوضح لليماني جوه الملعب. لو وصلت معايا لحد هنا اعمل لايك للفيديو عشان يوتيوب يقترحوا لعدد أكتر من المتابعين، وما تنساش تشترك في القناة بالمرة. في دور ال16 قدام الولايات المتحدة الماتش كان مقفول ومتوتر، المساحات كانت قليلة وأي فرصة لازم تتحسم. وفي اللحظة اللي كانت محتاجة لاعب يغامر اليماني خد الكورة وبمجهود فردي وتحرك ذكي، تسديدة واحدة أنهت الماتش، هدف فتح الطريق قدام المنتخب وحول البطولة من مشاركة محترمة لمشوار حقيقي. ربع النهائي قدام هولندا كان الاختبار الأصعب، منتخب منظم وقوي بدنيا وبيفهم ازاي يلعب البطولات القصيرة اللي زي دي.
لكن في كورة واحدة ومن زاوية صعبة جدا اليماني سجل هدف تاريخي، هدف قلب الماتش وخلى منتخب مصر يوصل لنقطة عمر ما وصل لها قبل كده. وفي مباراة تحديد المركز الثالث قدام الباراجواي بعد مشوار طويل وضغط كبير اليماني ظهر للمرة الأخيرة في البطولة وأحرز هدف الفوز، برونزية تاريخية واحدة من أهم لحظات منتخب الشباب والكرة المصرية. البطولة خلصت ومحمد اليماني خلصها بأربع أهداف، الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم للشباب. بس الأهم من الأرقام إنه أثبت إنه لاعب بيعرف يتعامل مع الضغط ويطلع من أصعب المواقف واقف على رجله. مونديال 2001 ما كانش مجرد بطولة في مسيرته، كان الإعلان الحقيقي عن لاعب كان على بعد خطوة واحدة من مرحلة أكبر، مرحلة محدش كان متخيلها نهائي. بعد مونديال الأرجنتين كل العيون اتجهت على محمد اليماني، مش بس في مصر لكن في أوروبا كلها. نادي يوفنتوس الإيطالي واحد من أعظم أندية العالم شاف فيه حاجة مختلفة. مارشيلو ليبي المدرب الأسطوري وقتها انبهر بقدراته التهديفية والفنية. اليماني بالنسبة لهم ما كانش مجرد لاعب شاب، كان مشروع مهاجم عالمي، واحد يقدر يلعب في الدوري الإيطالي اللي هو أقوى دوري في العالم وقتها. النادي الإيطالي ما اكتفاش بالكلام، كشاف عالمي اسمه فرانكو تواصل مع نادي ستاندرد ليج وقدم عرض ضخم الكلام عنه بيوصل ل 30 مليون دولار. تخيل الرقم ده بالنسبة للاعب مصري شاب كان ممكن يخليه أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية كمان. اليماني جهز شنطه وكان مستعد يسافر تورينو بعد أجازة قصيرة قضاها في مصر عشان يحط رجله على أرض إيطاليا ويبدأ حياة جديدة، مش مجرد انتقال رياضي لكن اعتراف رسمي إن مصر عندها مهاجم من طراز رفيع، واحد يقدر ينافس أكبر النجوم في أوروبا. التجهيز للرحلة كان كله حماس والحلم بدأ يكون حقيقي. تخيل نفسك في سن 19 سنة ووصلت للعالمية والأضواء كلها عليك وكل الناس بتتكلم عنك والفرصة قدامك تغير حياتك للأبد. بس زي كل القصص الكبيرة المفاجآت الكبيرة ساعات بتيجي من غير إنذار. العالم كله كان مستني يشوف محمد اليماني على ملعب اليوفنتوس، لكن القدر كان له خطة تانية خالص. يوليو 2001 كان الشهر اللي قلب كل حاجة في مسيرة محمد اليماني. اللاعب الشاب اللي كان على وشك يكتب اسمه بين كبار نجوم العالم لقى نفسه في لحظة غير متوقعة. كان مسافر من الإسماعيلية للقاهرة، مستعجل على مطار القاهرة عشان يكمل إجراءات انتقاله لليوفنتوس، والحلم العالمي على وشك إنه يتحقق. بس الدنيا أحيانا بتلعب لعبتها بطريقة قاسية. سيارته خرجت عن السيطرة. الروايات بتقول إن عربية كبيرة حاولت تضيق الطريق عليه وفي ثانية واحدة اصطدم بلوحة إعلانية ضخمة. الإصابات كانت كارثية، نزيف في المخ، كسر في العمود الفقري وفقدان كامل للذاكرة استمر 3 شهور. يعني مش بس كان خطر على مسيرته الرياضية، لا كمان خطر على حياته نفسها. العالم كله وقف عند اللحظة دي. عرض يوفنتوس اللي كان حلم العمر راح ومسار موهبة كانت على أعتاب العالمية انقطع فجأة. الحادث ما أثرش بس على مستقبله الرياضي لكن كمان دخل اليماني في دوامة طويلة جدا من العلاج النفسي والجسدي. الصدمة كانت كبيرة لدرجة إن كبار المسؤولين في مصر ومن ضمنهم جمال مبارك زاروه في المستشفى. يعني الموضوع بقى قضية وطنية. فقدان مشروع أسطورة الكرة المصرية أثر على الشارع كله والكل حس بالحزن والخسارة الكبيرة. اللحظة دي مش مجرد حادث، دي نقطة فاصلة غيرت كل حسابات اليماني، ومسيرته اللي كانت ممكن تلمع في أوروبا اتكسرت قبل ما تبدأ. وفي قلب كل المصريين فضول وأسئلة، إيه اللي كان ممكن يحصل لو الحادث ده ما حصلش؟ الحادث مش بس سبب كسر وجرح، ده قلب كل طريقة لعب محمد اليماني. أول حاجة حس بيها كانت تأخر زمن الاستجابة. اللي كان قبل كده بيتصرف تلقائي، يبص، يتحرك، يسدد، كله في ثانية، بقى دلوقتي محتاج 4 ثواني عشان ياخد القرار. 4 ثواني في كرة القدم ممكن تغير ماتش. ده كان شعور جديد وصعب جدا عليه. تاني تأثير كان فقدان المرونة والسرعة. الإصابة في العمود الفقري خدت منه القدرة على السبرنت الانفجاري والتحرك السلس اللي كان بيميزه عن أي مهاجم. المراوغات اللي كانت سهلة بالنسبة له قبل كده بقت تحدي كبير. كل مدافع دلوقتي يقدر يلحقه بسهولة أكبر. كمان الأثر النفسي كان تقيل جدا. فقدان الذاكرة، الصدمة النفسية كلها خلت جرأته وشغفه داخل منطقة الجزاء يقلوا. المخ كان خايف قبل القدم والمعنويات تراجعت، وده أثر على كل كورة، كل فرصة، وكل هدف كان ممكن يسجله. وأخيرا تراجع المستوى التنافسي. محمد اليماني اللي كان لاعب مستواه 10 من 10 شاف نفسه بعد العودة من الإصابة أقل من النص، 4 من 10. اللي كان ممكن يلعب في أقوى الدوريات الأوروبية بقى محتاج يثبت لنفسه كل حاجة من جديد. والأيام كانت صعبة، كل ماتش اختبار وكل خطوة تحدي. الحادث ما كانش مجرد توقف عن اللعب، ده كان تغيير شامل لكل حاجة، الجسد، العقل، والثقة بالنفس. ومن هنا ابتدت رحلة طويلة من محاولات الاسترجاع، رحلة شكلت واحد من أصعب فصول حياته الكروية. اللحظة اللي رجعت له فيها حياته كلها كانت في مكان ما كانش حد متخيله، جنينة مول في القاهرة. اليماني كان ماشي وسط الناس بس فجأة بدأ جمهور كبير يتجمع حواليه. مئات المشجعين جايين بس عشان يشوفوه ويسلموا عليه ويطمنوا عليه. الضغط كان كبير لدرجة إن أمن المطار اضطر يقفل الأبواب. الصدمة العاطفية والاجتماعية دي غيرت كل حاجة.
اليماني بدأ يحس ببطء هو مين ومين اللي حواليه وإيه قيمته عند الجمهور المصري. خطوة خطوة صورة اللاعب اللي فقدها بسبب الحادث بدأت ترجع تاني. بعد ما استعاد جزء من نفسه رجع للملاعب في بلجيكا مع ناديه القديم ستاندرد ليج، بس الأمور ما كانتش سهلة. المكان الأول في الفريق، المكان اللي كان بيحلم بيه، كان بعيد عنه دلوقتي. الاستمرار في نادي ستاندرد ليج كان صعب، فتمت إعارته لنادي ميخلن موسم 2003-2004. شارك هناك في 14 مباراة، سجل هدف وصنع هدف. ظهر لمحات من مستواه القديم، لكنها كانت مجرد لمحات مش ثبات. وفي الوقت ده الرغبة للرجوع لمصر للبيئة العائلية بدأت تسيطر عليه. رجع في النهاية، لكن القرار اللي اتاخد وقتها كان بالنسبة له خطأ كبير جدا. القرار ده أجهض كل فرصة للرجوع لمسيرته الأوروبية، ووقف حلم كان ممكن يوصل لأعلى المستويات الأوروبية. في 2004 محمد اليماني قرر يرجع مصر. الدوري المصري كان قدامه وباب الزمالك اتفتح له، لكن التجربة هناك ما كانتش على قد التوقعات. اللاعب اللي كان على بعد خطوة من العالمية لقى نفسه وسط نظام الشلالية بين اللعيبة، وإدارة النادي كمان طلبت منه إنه يقلل عقده المالي. يعني بدل ما يكمل مسيرته ويثبت نفسه كان مضطر يتفاوض على تفاصيل مالية بسيطة، وكل ده تحت ضغط الإعلام والجمهور. اليماني ما قدرش يسيب بصمة حقيقية في الزمالك، وفضل يسيب النادي ويرجع لناديه الأصلي الإسماعيلي في موسم 2005-2006. لكن هنا برضو المشاكل ما وقفتش والأزمات استمرت. صراعات مع الإدارة، توترات مع الجهاز الفني، ضغط شديد لدرجة إنه ادعى إنه رايح العمرة، بس الحقيقة إنه كان عايز يهرب من ضغوط النادي. الفترة دي كانت صعبة جدا نفسيا عليه، بعد حلمه الأوروبي اللي راح، بعد الحلم اللي كان ممكن يحقق فيه كل حاجة. رجع يواجه ضغط الدوري المصري، صراعات إدارية ومشاكل تنظيمية. اليماني وقتها حس إنه ضايع. موهبته اللي كان ممكن تلمع في أوروبا بقت محاصرة بظروف صعبة، وكل يوم كان بيحاول يثبت نفسه وسط واقع مش متحضر للنجوم اللي زيه. بعد كل اللي مر بيه في الزمالك والإسماعيلي، محمد اليماني لقى متنفس فني حقيقي في نادي الاتحاد السكندري. هنا رجع يلمع شوية ويقدم أفضل مستوياته على الصعيد المحلي. في موسم 2006-2007 في مباراة ضد بترول أسيوط سجل هدفين في ماتش واحد. الجمهور ابتدى يشوف لمحات من اليماني القديم اللي كان ممكن ينافس أي مهاجم عالمي، لكن المشكلة كانت الاستمرارية. النجومية كانت جواه، بس الظروف ما ساعدتش إنه يثبت نفسه. بعد كده اتنقل لنادي الشمس في دوري الدرجة التانية. الهبوط ده كان صادم. لاعب كان ممكن ينافس نجوم كبار زي سافيولا وروبن لقى نفسه في دوري أقل بمراحل. اليماني ما استسلمش بسهولة. في 2011 حاول يرجع لأوروبا ويحيي مسيرته من تاني في الدوري الفنلندي، بس الحظ ما كانش معاه، وفي النهاية انتهى بيه المطاف في نادي فلوريانا المالطي. شارك هناك في مباريات قليلة، ومع كل لعبة كان اليماني حاسس بفرق كبير بينه وبين أيامه الذهبية. في سن ال30 قرر الاعتزال، سن صغير جدا بالنسبة لواحد كان ممكن يحقق أعظم إنجازات الكرة المصرية. وبكده انتهت التراجيديا الكروية لليماني، رحلة كان ممكن يكون فيها نجم عالمي، لكن الظروف والحوادث والقرارات خلت مسيرته تتحول من حلم عالمي لمجموعة من الفرص الضايعة. في الآخر مسيرة محمد اليماني مش قصة لاعب، دي دراسة حالة حقيقية عن إزاي العوامل الخارجة عن إرادة الإنسان ممكن تغير مسار موهبة كبيرة. أول درس مهم هنا هو أهمية الدعم النفسي. اللاعبين في مصر لسه ما عندهمش مراكز قوية تساعدهم بعد الحوادث الكبيرة. كمان العلاقة بين السياسة والرياضة واضحة. اهتمام الدولة باليماني بعد الحادث كان رسالة إنه مشروع قومي، بس للأسف الاهتمام ده ما تحولش لبرنامج تأهيلي طويل عشان يحمي المواهب. وفي النهاية محمد اليماني فضل الملك غير المتوج للكرة المصرية، اللاعب اللي الكل متفق إنه كان ممكن يكون في مكانة محمد صلاح دلوقتي لو اللحظة اللي حصلت على طريق الإسماعيلية ما كانتش حصلت، لو الحادث ما قلبش كل الموازين. دي كانت قصة محمد اليماني، قصة موهبة ضاعت لكن اسمها فضل محفور في ذاكرة كل اللي تابعوا الكرة المصرية. تفتكر إن في لاعب كان قادر يغير تاريخ الكرة المصرية غيره؟ مستني إجابتك في الكومنتات. وبكده بنختم رحلتنا مع اليماني، أسطورة لم تكتمل لكن قصتها دايما هتفضل ملهمة ومحفورة في الذاكرة. لو عجبك المحتوى اللي بيتقدم اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا واشوفكم على خير.